نبقى في منافسة كأس العرش هذه المرة على مستوى السيدات، إذا فاز فريق الجيش الملكي للمرة الثانية على التوالي بالكأس الفضية، وكان ذلك على حساب شباب أطلس خنيفرة بهدفين لهدف واحد. ملخص هذا النهائي نتابعه مع عادل المسعودي. فريق الجيش الملكي سيدات يتوج بلقب كأس العرش لموسم 2013-2014 ويحافظ بذلك على لقب أغلى الكؤوس للسنة الثانية على التوالي بعد النهائي الذي جمعه بغريمه شباب أطلس خنيفرة الذي كان قبلها قد توج بلقبين متتاليين. نهائي هذه السنة أكد من شديد تفوق لاعبات الجيش الملكي اللواتي ضغطنا منذ البداية لافتتاح حصة التسجيل، كما هو الشأن هنا للاعبة نجاة بدري في حدود الدقيقة 13. بعدها ب3 دقائق اللاعبة سميرة كشرادي برأسية تمنح هدف التقدم لفريق الجيش الملكي بعد تمريرة جانبية استثمرت على النحو الجيد من مهاجمة الفريق العسكري. 8 دقائق بعدها وفي حدود دقيقة 24 ضربة جزاء تعلن عنها الحكم إنصاف الحركاوي لفائدة فريق الجيش الملكي وتترجمها لهدف المهاجمة غزلان الشباك مانحة الهدف الثاني لفريقها. في المقابل لم تقوى لاعبات شباب أطلس خنيفرة على تسجيل الهدف في الجولة الأولى التي انتهت بنتيجة هدفين دون مقابل. الجولة الثانية شهدت نفس السيناريو، سيطرة ميدانية للاعبات الجيش الملكي. الدقيقة 62 ضربة خطأ تنفذها نجاة بدري والمتابعة من غزلان الشباك التي كادت تسجل الهدف الثالث لولا العارضة. بعدها في حدود دقيقة 68 ضربة جزاء لفائدة شباب أطلس خنيفرة ودنيا طرقهان تمنح لاعبات الأطلس هدف لم يغير من نتيجة المقابلة التي انتهت لفائدة فريق الجيش الملكي الذي كادت هنا لاعبته لطيفة زرهون أن تضيف الهدف الثالث لفريقها. استطعنا نلحق الفوز بمجهود اللاعبات اللي قاموا بمجهود كبير، استحقنا الفوز، لحقاش لعبنا مزيان وتا ليكيب لادفيرس تا هو لعب مزيان وقاتل باش ينال بهذا اللقب الغالي. استطعنا نفوزوا بهذا اللقب وهذا الشيء بفضل البنات اللي تقاتلوا في هذه المباراة وفضل الطاقم اللي يخدم معنا مزيان وفضل المسؤولين ديالنا، وكنشكروا فريق الجيش الملكي على هذا الشيء اللي قدم لنا وحتى حنا قدمنا ليه دابا. صراحة أنا ربحت الكأس مع فريق الجيش الملكي، فريق كبير. اللاعبات ديالو يتميزوا بالمهارات الفردية والسرعة، حاولنا نحدوا منهم والحمد لله كانت النتيجة. راه العام السنة الفريضة راه كانت 6-0، احنا الحمد لله جل واحد في النهاية. تنوع الجمهور ديال مدينة خنيفرة بأننا إن شاء الله نلعبوا على البطولة. لينتهي النهائي بفوز الفريق العسكري الذي شهد منذ السنة الماضية تغييرات جذرية على كافة المستويات جعلت منه مرشحا بقوة للسيطرة على منافسات البطولة والكأس.